السلام عليكم أعزائي الطلاب، كيف حالكم؟ سنواصل دروسنا في الجزء الثاني للمراجعة، والآن وصلنا إلى زيارة معرض رسمي. نعم، موضوعنا اليوم زيارة معرض رسمي، والآن أقرأها لكم وقرأتها سابقا في الشعبة. أهلا وسهلا، تشرفت بحضوركم. تسرنا مشاهدة معرضك، لقد سمعنا كثيرا من الإطراء للوحاتك. تفضلوا، وإذا احتجتم إلى أي إيضاح فأنا حاضر. شكرا جزيلا، سنجول في المعرض ونتأمل الرسومات. يا لها من لوحة جميلة، ألوانها هادئة، طبعا لأنها تعبر عن الريف ببساطته وجماله. ما أروع هذه اللوحات، إنها تفيض بالعاطفة فعلا، فالسعادة بادية على وجه الأم والطفل. باز لو إذا عائلة خيزانكن سردانيان بو پێشانگای وێنەکان، خاوەن پێشەنگاکەش پێشوازیان لێ دەکا. ئەوانیش باز لەوەی دەکەن کەوا گوێیان لە ناوبانگ و وێنەکانی بووە و پێشیان دەرێ ئەگەر هەر پێویستێکتان هەبوو من لێرەم. ئەوانیش سپاسی دەکەن، دەرێن وردەبینەوە لە وێنەکان، سەیری وێنەکان دەکەن. یەکەمینیان ئەو کچە جوانی ئەو تابلۆی بەدڵە کە باستە گوند الريف، يعني گوند ببساطەتی وەجەمالی، کە سادە و ساکار و جوانە. دایکەکەش ئەوەی بەدڵەکەوە، دایک و منداڵەکە لە وێنەکەیدانە. فالسعادة بادية على وجه الأم والطفل، دەرێ خۆشی لەسەر دەموچاوی داکەکە و منداڵەکەی دیارە. والصفحة الثانية: ما الذي جذبك إلى هذه اللوحة؟ الأب تسأل. علامات الصبر والانتظار على وجه الصياد، والطبيعة الساكنة المحيطة به. دەرێت سوا سەرنجی شای لەو وێنە، دەرێ نیشانەی ئارامگرتن و سەبر لەسەر دەموچاوی سەیاد، یعنی ڕاوچیەکەی دیارە و ئەو سروشتە هێمنایی کە دەوروبەری داوە. ما رأيكم بشراء هذه اللوحة لنعلقها في غرفة الاستقبال؟ أوافقك الرأي، لقد أعجبتني هذه اللوحة كثيرا. دەرێ ڕاتانچیەکەوە ئەو تابلۆی بکڕین و هەڵی واسین لنعلقها، يعني هەڵی واسین لە ژووری پێشواسی خێزانەکەشی دەرێ. منیش هاوڕام لەگەڵ تۆ زۆر بەدڵم بووە. لوحاتك رائعة، لقد قررنا أن نشتري لوحة الصياد. أسعدتني زيارتكم وإعجابكم بلوحاتي. دەرێ ئەو وێنەمان کە ئەوەی وێنەی سەیاد ڕاوچیەکەیە بەدڵمانە و قەرارماندایە، بڕیارماندایە کە ئەوەی بکڕین. ئەوش دەرێ زۆر دڵخۆش بووم بە هاتنتان و سەرسامبوونتان بە وێنەم. لوحاتك زادتني تصميما على التخصص في الرسم. نعم، ننتظر بشوق معرضك القادم. شكرا لاهتمامكم. دەرێ زۆر بەپەرۆشەوە لە پێشەنگەی داوتت بەپەرۆش دەبین. ئەویش دەرێ سوپاسان دەکەم بۆ گرنگی پێدانتان. والآن أحل التمارين في هذا الموضوع. أكمل متبعا المثال: حياة جميلة، ما أجمل الحياة، على صيغة التعجب. تمثال كبير، ما أكبر التمثال. لوحة صغيرة، ما أصغر اللوحة. مقطوعة عذبة، ما أعذب المقطوعة. ولم أكتب النقطتين، أنتم اكتبوا النقطتين على المقطوعات. التمرين الثامن: أكمل متبعا المثال. يمارس النحات فن النحت. يمارس الرسام فن، أنتم أكملوا فن أي فنين. يمارس العازف فن العزف. يمارس الممثل فن التمثيل. يمارس المغني فن
العاشر: أجب عن الأسئلة الآتية مستعينا بحواري زيارة معرض رسمي. كنتم تحلون في داخل الشعبة وتنظرون إلى الحوار، وبعد ذلك تستخرجون الأجوبة. أولا، أين تجري أحداث الحوار؟ في معرض رسمي. اذكر أسماء المتحاورين، صاحب المعرض والعائلة. وربما كتبنا الأسماء ولكنني اختصرتها. هل سمعت العائلة بالرسام مسبقا؟ استخرج من الحوار ما يدل على ذلك. نعم، لقد سمعنا كثيرا من الإثراء للوحاتك، وهذه جوابه. ما الذي تعبر عنه اللوحة التي أعجبت نورة؟ الذي تعبر عن الريف. ما الذي تعبر عنه اللوحة التي أعجبت الأم الذي تعبر عن الأم والطفل. ما الذي تعبر عنه اللوحة التي أعجبت الأب الصياد؟ لوحة الصياد. ولم أحل التمرين. من من أفراد العائلة يرغب في أن يكون أنتم قوموا بحلها كواجب لكم. تمرين 11: أكمل متبعا المثال. لوحة جميلة، يا لها من لوحة جميلة. معرض رائع، يا له من معرض رائع. ألوان هادئة، يا لها من ألوان هادئة. رسام موهوب، يا له من رسام موهوب. ونضع علامة تعجب في آخر كل جملة من الجمل الآتية، ولكن قمنا بضع يا لها لأنها مؤنثة وفي آخره تاء مدورة، ورسام موهوب يا له لأنه مذكر. تمرين 12: ألف: ما شعور أفراد العائلة في أثناء زيارة المعرض؟ ضع إشارة صح أمام الكلمة المناسبة. الانزعاج لا، لم يشعروا بالانزعاج ولا بالملل ولا بالتعب، بل شعروا بالإعجاب. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأتي إلى موضوع آخر، وهي تقدير الأعمال الفنية، ونواصل دروسنا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.